حلقة لنذكر ببعض الأمور أو بعض المستجدات التي جاء بها القانون العضوي رقم 01/12 أو 12/01 بالأحرى متضمن نظام الانتخابات. بطبيعة الحال أنا أعلم بأن معظمكم عنده خبرة كبر عليا في الانتخابات، خصوصا على مستوى العملية الانتخابية، ولكن هذا ما ينفيش أننا نعاودوا نذكروا بسير العملية الانتخابية وبالمستجدات أو التعديلات التي تضمنها هذا القانون. استلزم منا نركز فيها بشكل جيد وسريع. التعديلات الغرض منها هو ضمان أكثر حياد الإدارة في عملية تنظيم الانتخابات، ضمان أكثر، ضمان حياد إيجابي، la neutralité de l'administration dans l'organisation des élections. C'est ça le plus important de العملية الانتخابية. العملية الانتخابية منظمة بشكل هرمي، كيف هرمي أعضاء كدكتور الأعضاء في ضبط مسائل العملية الانتخابية بداية من اللجنة الانتخابية البلدية، وعندنا تغيير توقيعات بالقسمة عند ضمان عملية إقبال عملية التصويت. أهم المراحل لكم نعطيكم لي كوبي نيسيسير، on va faire le tirage, il n'y a pas de problème. Mais on nous demande كان يروح يشوفوك الانترنت كان يقرا عليه. المهمة الأولى نتاع اللي لازم يعرفها رئيس المكتب هو أنه مسؤول على كل شيء في المكتب. هو رئيس المكتب، c'est comme le président de la République. هو اللي بريزيدون du bureau de vote، اللي بريزيدون من اللحظة اللي يحكم فيها العملية حتى يسلم المحضر، محضر الفرد بيبي ديبويمون سيني مليح الناس سيني بار لي مومبر دو بيرو دو فوت. من اللحظة الأولى من الافتتاح وكيفية الافتتاح حتى نهاية العملية الانتخابية وتسليم المحضر ممضي لرئيس اللجنة الانتخابية البلدية. هذا معناه أنه مسؤول على عملية تنظيم المكتب داخل المكتب، يحرص كيفاش يتنظم، مسؤول على توزيع المهام، مسؤول على أنه يحرص على أنه الناخب هز كل الأوراق بالنسبة لنا 32 كل أوراق المترشح، مسؤول على أنه الناخب ما حط داخل لافوا غير une seule enveloppe، مسؤول على أن الناخب يدخل لي زروع، يقام عملية الاختيار وعاود يخرج من لي زروع، مسؤول على أن الناخب يبصم على قائمة التوقيعات، ولما يبصم يسلم له حتى يبصم يسلم له بطاقة التعريف الوطنية ولا كارت دو فوت من بعد لا يجي لها لو كاشي افوتي. كيفاش يوزع المهام؟ عندنا لا ديسبوزيسيون نتاع لي بولتان تلقاوها هي باينه، بعد تكون من اليمين الى اليسار على حسب القرعه اللي تقوم بها اللجنه على مستوى الولايه.
تلقاو ورقة الفوي محطوطة عليها الترتيب تاع أوراق التصويت من اليمين لليسار بالنسبة للناخب. شوف مليح حدث مهمة كذلك من اليمين لليسار بالنسبة للناخب وماش بالنسبة لأعضاء مكتب التصويت. الناخب ليليكتور اللي يتقدم يبدا يهز لي فاي دو فوت لي بولتان يوجد من اليمين الترتيب من اليمين لليسار ماش العكس. إذن هو نحطوهم وإحنا في مكان الناخب. أجمع أسئلة الجميع. النتائج الغرض منها هو إعطاء نشوفوا مليح الآخر الغرض التجميع سيلمون لي سوفراج اكسبريمي الريزولتا. حنا خدمنا خدمة كأعضاء مكتب التصويت خدمنا خدمة وديرنا ان بي في. درنا بي في سلمناه للجنة الانتخابية الكوميسيون إلكتورال ضبطنا كلش يروح لا كوميسيون إلكتورال كومينال يروح لا كوميسيون الولاية ولا كوميسيون الولاية يطلع كونساي كونستيتيسيونيل. بصح هذه الخدمة تاعنا ماتيريالمون بارلون بون سور بي في باين ماتيريالمون تبقى لازم نحافظوا عليها حتى المجلس الدستوري يعطي النتائج النهائية. كيفاش نحافظوا عليها؟ هو اننا اولا واش يروح مع البي في، كاين حوايج يروحوا مع البي في، كاين حوايج يبقى داخل الصندوق. الحوايج اللي يروحوا مع البي في هو البي في بيان سور لي بولتان نول اي لي بولتان كونتيستي والوكالات. فوالا الوكالات هادو يروحوا مع البي في. يبقى لو سوفراج اكسبريمي. سي كوا لو سوفراج اكسبريمي؟ اكسبريمي هما لي بولتان اللي تحصل عليهم كل مترشح. هادو نلموهم نروليوهم ونفرزوهم شاك باكي وحدو pour chaque candidat نحطهم dans un sac de jute اللي تلقاوه معاكم. نربطوا لو sac de jute نعلموهم صافي نحطوا لهم العلامه اللي نعرفوهم بهم. مثلا مكتب التصويت ايت عيشه، مكتب التصويت رقم 1 ايت عيشه نكتب نحط كاين لوتوكولو يكون معاهم نربطوهم ومن بعد اونفاسيلين بالشمع الاحمر اللي راح يكون موجود معاكم نحطوهم داخل الصندوق نغلقوا عليهم نعاودوا نغلقوا الصندوق ونعاودوا نشمعوا الصندوق من الاطراف تاع الكادر ونسلموهم للبلديه اللي تحافظ عليهم. في حاله ما اذا المجلس الدستوري طلب الرجوع لي بروف ماتيريال نتاع لو بولتان لو بي في دو ديبويمون اللي بعثنا له يعاود يرجع يعاودوا يفتحوا الى طلبوا الصندوق نعاودوا نفتحوا الصندوق ويعاود يشوف لي بولتان كيما راهم باللي هذاك هو الاحسن. les bulletins contestés. Donc, l'Injibou Mana, Mal PV, la commission communale. C'est la première question. La deuxième question, si on ne trouve pas de scrutateur, de dépouillement pour émerger avec nous. Donc, est-ce qu'on peut par exemple prendre 2 membres du centre de vote pour signer, pour le prendre comme scrutateur? Ça peut arriver qu'on n'aura pas de scrutateur, chez nous et dire le PV. Donc, est-ce que le cadre les membres du centre de vote chez nous le dépouillement? Voilà. وهو ما يشوف كيف يدير الورقه من الداخل. كنت خليه شحال عندنا نعم شحال عندنا خليه
ورقته في الظرف وجعله في الصندوق بأن يستعين بشخص يختاره بنفسه. يعني شرح يؤذن c'est l'autorisation. كل حاجة لشخص أطفال أو شخص ما قلنا لا كبير لا صغير لا يتمتع بحقوقه السياسية لا قلنا شخص فهو حر. Personne de son choix, mais il ne rentre pas dans l'islam. C'est ce que vous avez dit au départ. Deuxième question. J'enchaîne. La deuxième question, en ce qui concerne les observateurs. Vous aviez dit tout à l'heure, 5 seuls peuvent être à l'intérieur du bureau. Sur 32. Comment faire ce choix? Professionnel. Mis à part ce qu'elle nous permet en tant que professionnel. Une carte d'une association.